السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد، الاستعداد الذي بدأ الجمعة الماضية. ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية مع اللاعبين خلال المران المسائي الذي أقيم اليوم، وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمنيزيوم، كما أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية لعلاج الإرهاق. وقاد هذه الفقرة على رجب مخطط الأحمال، وقام جميع أفراد الجهاز الفني للفريق بالإشراف عليها. ركز الجهاز الفني بقيادة أسوري وأعضاء الجهاز المعاون مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، وظهر الحماس والقوة في هذه التقسيمة بين اللاعبين. وحرص أسوري المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتحفيزهم لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم. أدى لاعبو الفريق حصة تأهيلية وبدنية قوية على هامش المران، وتم تقسيم الحصة التأهيلية والبدنية إلى عدة فقرات متنوعة تضمنت فقرة باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك، وفقرة تدريبات بالكرة اعتمد خلالها الجهاز الفني على زيادة معدلات المرونة والرشاقة البدنية للاعبين. وتولى على رجب مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر. وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة البدنية. خاض لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة على هامش الميران، وركز أسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب. وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق بعض الأفكار التي تم التدريب عليها، وظهر الحماس والقوة في هذه التقسيمة بين اللاعبين. منح الجهاز الفني الرباعي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وصبحي ومحمد وحسام عبد المجيد لاعب الفريق الأبيض راحة من التدريبات المسائية، وجاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أسوريو قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سينطلق غدا الاثنين ويستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري، ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوديفوار وودية تونس. منح الجهاز الفني للفريق راحة لكل من محمد طارق وحاتم سكر لاعبان الفريق من التدريبات الجماعية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي. يخوض الزمالك مرانه صباح غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وقرر الجهاز الفني أن ينتظم الزمالك في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي غدا الاثنين. فاز الزمالك مواليد 2003 على بيراميدز بهدف دون مقابل في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى لبطولة الجمهورية. أحرز هدف الزمالك محمد صلاح في الدقيقة 41 من الشوط الأول للقاء عبر تسديدة بالقرب من منطقة الجزاء. وحرص على حضور المباراة إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وحازم إمام وجمال حمزة نائبي رئيس قطاع الناشئين، كذلك تواجد أسوريو وجهازه المعاون وقائد الفريق شيكابالا. تلقى الزمالك عصر اليوم إخطارا من المحكمة الرياضية بتطورات جديدة بشأن قضية خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق. وأكد مصدر بالزمالك أن الإخطار يفيد بضرورة سداد 25 ألف فرنك سويسري قبل 15 سبتمبر الجاري، وأشار أن المبلغ المطلوب هو نظير رسوم الاستئناف الذي تقدم به النادي في قضية خالد بوطيب، وحال عدم الدفع سيتم تنفيذ غرامة المليوني و680 ألف يورو الذي حصل بها اللاعب على حكم سابق. يلتقي الزمالك مع أرتا سولار يوم 16 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وستقام في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب عزام في تنزانيا. المهندس حسام المندوه المرشح المحتمل لانتخابات الزمالك حل أزمة الزمالك يأتي من خلال برنامج انتخابي يتم تقديمه للجمعية العمومية، ولكن أهم نقطة هو إحداث حالة من الاستقرار والتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف والوصول لحلول سريعة مع مستثمرين ورجال أعمال. وواصل إدارة ملف الموارد المالية للنادي وأصول سواء فريق الكرة أو المحلات التجارية أو اسم الزمالك قاريا ودوليا سيكون ضمن الحلول. وأردف كل أزمات الزمالك ستحل بالتكاتف والاستقرار والعمل بجد وليس بالكلام فقط. نجحنا في اللجنة السابقة بهذا الأسلوب. وأضاف المندوب خلال 6 شهور عمل داخل لجنة بالزمالك نجحنا في وضع استقرار للنادي وفزنا بالبطولات، ووجودنا الإعلامي كان مختلف، وأوجدنا نادي باسم الزمالك في الإمارات متابعا فرع نادي الزمالك الثاني يجب الانتهاء منه لاستعماله كمصدر استثمار جديد. كان من المفترض أن يكون نادي الزمالك الآن يملك 3 أو 4 فروع مختتما. تصريحاته حل أزمة القيد يكون في غرفة مغلقة بعيدا عن الرأي العام. من مميزات عمل اللجنة السابقة التي تواجدت فيها أننا ناقشنا أزماتنا داخل الغرف المغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.
المندوه لم يتم حتى الآن تحديد القائمة التي سأنضم إليها في الانتخابات وتابع، ولكنني حددت منصبي وهو الترشح على مقعد أمين الصندوق. من صغري وأنا أتابع المعاملات المادية داخل الزمالك وكيف يتم التعاقد مع اللاعبين وخلافه، ووصل أكن كامل الاحترام إلى حسين لبيب، وما زلنا على تواصل منذ أن عملنا سويا في لجنة إدارة الزمالك لمدة 6 شهور. وأضاف: أثق في قدرات لبيب الإدارية، ولكن في الانتخابات يجب أن تحلل القائمة بالكامل لأنها لن تعمل بناء على شخص واحد فقط. ووصل: لم أحسم القائمة المنضم إليها وحاليا أعمل على اختيار القائمة الأنسب. عقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز المعاون على هامش التدريب المسائي، وتحدث مع اللاعبين في العديد من الأمور، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية منذ انطلاقة فترة الإعداد وحتى الآن، وطالب من اللاعبين الاستمرار في أداء التدريبات بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب والاستعداد بجدية للفترة المقبلة. وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن الفترة المقبلة والمعسكر المغلق المقرر انطلاقه غدا الاثنين، وفي نهاية الجلسة تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل المنافسة على كل البطولات. مدحت عبد الهادي: لا أرغب في الحديث عن موقفي من التواجد في انتخابات الزمالك الفترة المقبلة، وتابع: إن شاء الله الفترة المقبلة الجميع يبحث فقط عن مصلحة نادي الزمالك وأن تكون الانتخابات بصورة مميزة، وأتمنى أن تكون الانتخابات بنظام القوائم حتى نختار قائمة مناسبة للنادي بوجود جميع الأطراف المناسبة للتفاهم سويا. وشدد: العدل، نبحث أن يكون هناك توافق على مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك ونبحث فقط عن مصلحة النادي. مدحت العدل: عندما تحدثت عن ملفات الزمالك كان بسبب رغبتي في أن أطمئن الجماهير التي تشعر بالقلق على نادي الزمالك، والكرة أصبحت بيزنس الآن، لذلك الأزمة الحالية بالطبع أساسها ماديات. وأضاف: تم تجميع أموال من أجل حل أزمة نادي الزمالك، ومن بينها مثلا أزمة مستحقات أوسوريو والتي بالطبع تم تجميعها من أجل أن الرجل يكمل معه عمله مع النادي، وأتم أزمة القيد كبيرة بالطبع في نادي الزمالك وتؤثر عليه، وبالطبع أكثر قيمة مستحقات هي لفريق سبورتنج لشبونة، ونتحدث ونتواصل معهم لحل هذه الأزمة. نشر ياسين حافظ شقيق زوجة الخائن إيمان عاشور عبر فيسبوك: الحمد لله، تواجدت اليوم بنادي الزمالك، بيتي الأول والأخير، البيت الكبير لي ولكل من يرتبط اسمه بنادي الزمالك الذي يحتوي كل أبنائه، الذي فتح لي الأبواب الكبيرة لي اليوم، واتقابلت مقابلة ولا أروع، وسأعود غدا إلى التدريبات وسأعود أقوى وأحسن من الأول من أجل نادينا الحبيب. وأضاف: أحب أشكر مدربي المحترم والمخضرم كابتن محمد عبد الله اللي هستفيد منه الكتير والكتير ونصائحه ليا، وأحب أشكر رئيس قطاع الكرة كابتن إسماعيل يوسف والمحترم كابتن جمال حمزة عضو اللجنة الفنية ومدير إداري لقطاع الناشئين كابتن أحمد السيسي الذي احتواني وفتحوا لي أحضانهم واستقبلوني استقبال جيد للغاية واحتووا موقفي، وأنا على عهدي لهم سأفعل أقصى ما عندي في المرحلة القادمة وأسعى للأفضل من أجل نادينا التي تعلمت الكثير والكثير وهذا هو نادي الزمالك، مش غريبة، وإن شاء الله هكون على قدر المسؤولية في المرحلة القادمة من أجل تحقيق البطولات مع فريقي وإخواتي في الفريق. واختتم ياسين: سنبذل أقصى ما عندنا، أشكر كل من دعمني وساندني، وأوعدكم أن أكون عند حسن ظن نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك العظيمة. أصحاب الفضل، شكرا لكم جميعا، الزمالك هو الحياة. نقلا عن اليوم السابع، وكما هو متداول، فيفا أخطر اتحاد الكرة بإيقاف قيد الزمالك للمرة الرابعة، وذلك بسبب شكوى من نادي ليون 36 النيجيري الذي طلب حق الرعاية في سامسون إيكينولا لاعب الفريق الأبيض. ورفع النادي النيجيري قضية على الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطالب الأبيض بتسديد مبلغ 11,000 دولار كحق رعاية للاعب المذكور سلفا. هناك جلسة خلال ساعات بين مسؤول الزمالك والاتحاد السكندري لحسم انتقال محمود شبانة لصفوف زعيم الثغر بعد تعثر انتقاله لسموحة. خاض حمدي علاء فقرة تدريبات خاصة على هامش الميراني أمس، وأدى علاء تدريبات تأهيلية متنوعة ضمن برنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المناسب. وغاب حمدي عن ميران الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، ويقترب اللاعب من الرحيل عن نادي الزمالك في ظل عدم اقتناع أوسوريو بإمكانيات اللاعب. شارك التونسي سيف الدين الجزيري في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأحد، وأدى الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيم الفنية بشكل كامل. ينتظم منتخب مصر الأولمبي في معسكر بداية من غدا الاثنين وحتى يوم 12 من الشهر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام روسيا استعدادا لأولمبياد باريس 2024. معسكر المنتخب الوطني سينطلق غدا الاثنين ويستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري، ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار وودية تونس.
أحمد شوبير احتمال يتم استبعاد بيترو أتلتيكو الأنجولي من الدوري الأفريقي. ما حدث أن النادي تحدث مع مدرب اسمه أوجستورو تراماجل وهو مدرب فريق أكاديماكا لوبوتو، وتابع وقيل أن المدرب حصل على 3 مليون كوانز عملة إنجولا، أي حوالي 3636 دولار تحفيز له ولفريقه قبل مباراته أمام أول أغسطس لكي يفوز. وأضاف قالوا له فوز على أول أغسطس وستأخذ المبلغ، وهو فاز بالفعل وكان معروض عليه رشوة بحوالي 8500 دولار من فريق أول أغسطس لكي يخسر. المباراة لم تكن تفرق معه، لكن الراجل رفض ال 8500 دولار وقال لن أخذ رشوة لكي أخسر وأخذ المبلغ الأول، وفاز وأخذ المبلغ الأول وفاز. شوبير هناك في أنجولا اعتبروها رشوة، والاتحاد الأنجولي اجتمع وقرر إيقاف بيترو أتلتيكو سنتين. هذا الفريق هو أول أغسطس، هناك مثل الأهلي والزمالك هنا. وشدد الأجواء مشتعلة في أنجولا، وبيترو أتلتيكو أصدروا بيان وقالوا أنهم سيقومون بعمل استئناف. والكاف من الجانب الآخر أكد أنه في حال استبعاد بيترو أتلتيكو سيتم استدعاء فريق آخر للدوري الإفريقي. واختتم تواصلنا مع مصدر بالاتحاد الإفريقي لمعرفة حقيقة ما تردد بشأن استدعاء الزمالك أو الرجاء المغربي في حال استبعاد بيترو أتلتيكو، وأكد أنه لن يتم تمثيل بلد بفريقين في البطولة وسيتم استدعاء فريق من دولة أخرى. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.